نمره 3 العفن، انواع من الفطريات. فاللقاح طبعا لها موسميه. ده الكلام القديم. امال الجديد ايه؟ احنا بلد هنا عندك نهر وعندك ابار وشغال زراعه ما شاء الله في سينا والواحات والكلام ده، فالحبوب اللقاح موجود عندك طول السنه. موجود عندك طول السنه. تمام. خلاص. معلش موسميه. بتكتر في الربيع بس انت عندك طول السنه. تمام. دي واحده. طيب. الحاجه الثانيه عندك اعشاب وعندك حشائش وعندك حاجات شيطانيه ومرات عندك واشجار، الحاجات دي موجوده عندك. هو غلط تسميه الشجر. ما انا بقول لك يعني عندك اللي هي عشوائيه بقى سموها ايا كان موجود لان كله من ربنا سبحانه وتعالى. كله الحاجات دي كلها موجوده حبوب اللقاح عندنا طول السنه. دي واحده. بعد كده كمان عندك اسباب بتاعت الاكل، عندك اسباب حاجات الحيوانات اللي عايشه معاك. انا عندي قطه، الثاني عنده كلب، الثاني عنده بقره، الثاني عنده معزه. بتدي اولوياتك في كشفك لمريض الحساسيه على اي اساس يا دكتور؟ على حسب الاعراض بتاعته والجهاز المصاب. يعني دي نموذج والفضل. دي نموذج. الفضل. مثلا ايوه. طفل عندها 10 سنوات. كويس. بقى لها 7 سنوات عندها حساسيه في الانف. طيب. البنت 10 سنوات في سنه اولى ابتدائي. ده نموذج حقيقي على فكره. تمام. تمام. هديك نموذجين. طيب. النموذج اللي لسه شايفه 10 سنوات، بقى لها 7 سنوات عندها حساسيه. 7 حساسيه. البنت في سنه اولى ابتدائي. ليه؟ قال لك لا، ما بتقدرش تروح المدرسه لانها بتقعد تعطس، فالناس بيخافوا من العدوى. او ان البنت ما تقدرش تركز في المدرسه، عندها صداع وتبقى عينيها حمراء، عندها حساسيه عين كمان، ما تقدرش تمسك القلم ولا تقدر تمسك القلم ولا قادره تشوف، وبتعطس كتير. فكل ما تقولش يدوهم مدرسه يقولوا اجازه، روحي انت عندك برد، عندك انفلونزا، ولا هي عندها برد وانفلونزا، هي عندها اصلا حساسيه انف. فبتعطس كتير. بتعطس من ايه؟ بتعطس انت بقى في الفصل اكتر. يقول لك دي نفسيه، كل ما تشوف المدرسه هي مش عايزه المدرسه، يبقى البنت ايه؟ خلوها تكره المدرسه. فهي طبعا ده اسباب كثيره جدا. ما يمكن الطباشير اللي حضرتك ماسكاها المدرسه، ما انت الطباشير ايه اللي ماسكاها؟ هاتي على حسابك مثلا، يعني حتى لو الطلبه يتجمعوا ويجيبوا يعني، فالطباشير ده مثلا من ناحيه تعمل حساسيه. او ان هو يقول لك ايه؟ لو انا ما اقدرش الطابور فلازم يوقفوه في الطابور، والطابور كله تراب ورمل وما اعرفش ايه، فالبنت او انا برضه حاجات اللي اكتشفتها برضه ان بيقول لك طابور المدرسه معاها ازاي المراحل؟ ما اقول لك بس طابور المدرسه البنت بتحط الشنطه على الارض، الشنطه تحطها على الارض كلها تراب. فالبنت اول ما تروح الفصل تقعد تكح او تعطس. طب ما الشنطه حطيتها على التراب ليه؟ ما كنت الاول حط الشنطه في الفصل قبل ما تدخلي. فبعد كده بعد الاختبارات بنعملها، بعد كده نشوف مستوى الحساسيه ايه وعندها حساسيه ولا لا. بعد كده في احتمال اسمها اختبارات الحساسيه. اختبارات الحساسيه، اختبارات التحسس دي بنعملها ونشوف هي عندها حساسيه المواد دي. احنا بنعرضها. عباره عن ايه اختبار الحساسيه؟ اختبار بنعرضها للمواد اللي هي مستلخصات المواد المسببه للحساسيه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ايه، عندك حساسيه للتراب، عندك حساسيه لحشر الفراش. احنا عارفين الماده بتعمل حساسيه الماده الفلانيه، فاحنا نجيبها بصوره مركزه. بنحطها على الجلد. تمام. ونسيبها فتره كده، وبعد كده بنعمل خدش بسيط كده وبنشوف، يعني بندخلها في الجلد شويه وبنقراها بعد ربع ساعه، بعد ثلث ساعه، بعد ساعتين. بتبدا بايه طيب؟ يعني بتبدا بايه؟ بالاولويات ايه؟ يعني انت قلنا في مسببات كتيره جدا للحساسيه، وعلى حسب بقى الاشواء اللي انت شاك فيها. انت مش هتشك ازاي في ايه؟ ما على حسب الاعراض، بس مش هتجيب طفل صغير بقى عنده زي اقول له ما عندك حساسيه. ما انت نموذج البنت اللي عندها 10 سنوات بقى لها 7 سنوات عندها حساسيه. هنشك في ايه؟ ايه الاجراءات اللي اتبعتها عشان تكتشف معاها؟ هنشك في حاجات الاكل، حاجات الاكل الشهيره، وحاجات الاتربه، وحاجات زي ايه؟ الحاجات الاكل عندك مثلا زي اللبن، عندك زي القمح، زي عسل النحل، الحاجات دي. طيب. في اختبارات دي مسببات يعني. في اختبارات الحساسيه ليها يعني هي مجموعه. تمام. في مجموعات 36 تقريبا اختبار؟ تقريبا. في مجموعات للاكل، في مجموعات للحاجات الشم، في مجموعات للبيئه اللي مالهاش حل زي الاتربه والمطاط والكاوتش والحاجات دي ثابته. الحاجات دي بتعمل الاختبار، بعد كده بتحدد عندك ايه. ما حدش بيطلع عنده حاجه واحده، يطلع عنده مسببات. اكثر من سبب، مفيش حاجه واحده بس. يقول لك انا عارف انا عندي حساسيه للكاوتش، انا كل ما امسك كذا يحصل لي كذا. انا عندي حساسيه للعسل، عندي حساسيه طيب مفيش حاجه اقول لك لا عندي حساسيه للسيجاره اول ما يحصل. فبتعمل الاختبار وبتحدد الاسباب. في حاجات سهله، لا مش هتلبس لي حرير، مش هتنام على القطن السنه دي. وفي حاجات لازم تاخد الامصال دي بتبقى اتربه مثلا او حشر فراش سهله. الامصال ولا هنستوردها ولا نعمل لها حاجه، دي موجوده في جامعه عين شمس. يبقى احنا المريض يروح ياخدها من الجامعه ولا بتكلف حاجه، سعر التكلفه، وياخدها وعلى حسب البرنامج اللي بنعمله له. اشمعنى جامعه عين شمس؟ ما هو ده اصل دي اللي احنا اول ناس عملنا الحساسيه في مصر، يعني الله يرحمه. حيز يعني المكان بتاعها؟ لا مش حيز ولا حاجه، مفيش مشكله طبعا، ده شيء جميل. جامعه عين شمس ده جامعه عريقه، جامعه جميله. الدكتور المهيري ده المقر بتاع جامعه المصريه للحساسيه والمناعه الاولاني. الدكتور المهيري الله يرحمه سنه 1948 هو 48 هو اول من بدا كلمه حساسيه في الشرق الاوسط.
فطبعا المعمل ده موجود، والمعمل ده بيقدم خدماته لكل جمهوريه مصر العربيه. في وحدات طبعا في الجامعات المصريه، بس طبعا اقدمهم واوسعهم واكبرهم في العمل هيبقى ده جامعه عين شمس. خلاص، ده واحد. هو سبت وثلاث، سبت وثلاث العياده موجوده. سبت وثلاث عياده في جنب مستشفى ايه؟ مستشفى جامعه عين شمس، قسم الباطنه 6 بطنه. مستشفى الجامعي؟ مستشفى الجامعي جامعه عين شمس. لجامعه عين شمس. ده بيقدم قسم الباطنه في هناك اللي هو الاختبارات الحساسيه. في اختبارات الحساسيه دي موجوده وكل حاجه وسهله جدا. وبعد كده والدخول هناك او الكشف هناك ميسر لاي انسان. اي انسان. سبت وثلاث. سبت وثلاث. من كام لكام برضه عشان الناس تبقى عارفه؟ من الصبح بقى، من الصبح لحد ما الدوام يخلص. تمام. بالحجز بقى عشان في ضغط برضه. تمام. فبيبقى ده المكان الوحيد يا دكتور؟ في اماكن ثانيه بس انا ما عايزين ده برضه عشان الناس اللي بعيده عن جامعه عين شمس. في الجامعات فيها وحدات، بس كل الجامعات؟ كل الجامعات فيها وحدات حساسيه ومناعه. بس اكبر مكان واقدم مكان هو ده. ماشي، انا معاك. انا معاك وجميل انك تحيز لمكان انت طلعت منه وتشتغل فيه، لكن انا بقصد عشان بقيه الناس يعني مش كل الناس تروح جامعه عين شمس. وفي كمان في اماكن بعض وزاره الصحه، في مستشفيات وزاره الصحه فيها. يعني في اماكن عده مستشفيات وزاره الصحه فيها برضه وحدات حساسيه ومناعه. تمام. طيب، فما تقلقش يعني موجود. اللي هيدور الحساسيه مش متوفر في مصر الان، متوفر وميسور وسهل ويفيدنا جدا في بناء الخطه. ولابد ان التواصل ده كل سنه حساسيه من انا ولا صعب؟ مش هقدر اخمن. ولا مش في كل الاحوال بتوصل؟ لا في الغالب يعني في احلام ما بتوصلش. لا، بنعيده تاني. اصل هو ليه اختبار، يعني ليه شروط برضه. انت ما تاخدش الدواء الفلاني وكده، يعني في اعداد برضه، مش على طول كده. في اعداد، في مقدمات كتيره بتعملها علشان توصل. ما تاخدليش دواء، ما تاخدش مثلا لنتيجه مؤكده من هذا الاختبار. انا رحت الجامعه عملت الاختبار وما طلعش. انا باخد كورتيزون، طب هيطلع لك ازاي؟ وانت واخد دواء، يعني في ساعات يطلع سالب. في ادويه معينه امنع كده بتحجب النتيجه. وعيده تاني لو سمحت. ده كده يعني. لازم اعرف السبب. تمام. في حاجه ثانيه بقى، يقول لك انا عملت الاختبار وطلع سالب، وعملت سمعت كلام كل في حاجه. ما في عندنا حاجه اسمها حساسيه العصبيه. هعمل لك ايه؟ ده حساسيه، في ناس حساسه اصلا. حساسيه العصبيه هو يعني اصلا يعني متوتر، يتغير عنده كيمياء في جسمه. فالكيمياء دي تخليه يهرش او تخليه يعطس او يقول كح، زي نوع زي الهستيريا كده. فدي برضه دي سهل، دي يبقى حلو. انت عرفت ان هو الاختبارات كلها سلبه. في اختبارات ثانيه بنعملها في الدم بس اغلى شويه. في اختبارات مكلفه بقى في الدم. بعد الاختبار الاولاني بتعمل ممكن اختبار نوع ثاني. لو انا بقى ما اقتنعتش، انا اكثر دقه يعني. انا شايف، لا مش اكثر دقه طبعا، بس انا شايف اكثر ولا اكثر؟ لا اكثر طبعا، بس مكلف جدا. اصل انا شايف انا الاعراض موجوده قدامي وعملت الاختبار طلع سالب. اتفضل. حضرتك يا طلع سالب. صابر. الو. ايوه يا دكتور. ايوه اتفضل. لو سمحت، انا عندي حساسيه مزمنه على طول على الصدر. الف سلام. فباخد علاج اللي هو بتاع البخاخه، والبتاع دي برضه بتيجي بعد فتره برضه بترجع لي على طول. انت عمرك كام سنه؟ انا عندي 43 سنه. طب الحساسيه بقى لها معاك كام سنه؟ الحساسيه دلوقتي بقى لها حوالي عن 20 سنه بالظبط. 20 سنه. طيب بيبقى في انواع كتيره من البخاخات، في حاجات هتخليك تبعد بين الازمات. انا باخد الكلمين. احنا مش هنقول اسامي بقى. في مش هنقول اسامي الادويه دلوقتي. في انواع من البخاخات حديثه. في انواع بتخليك تبعد بين الازمات، وانواع وقت الازمه. وبالتالي مع الطبيب بيعمل لك خطه للعلاج. شوف انت بتشتغل ايه؟ بشتغل في مصنع علف فيها يعني تراب والكلام ده. في تراب وفي كيمياء وفي حاجات بتشم حاجات. دخان ما مليان يحط حاجات الاسماك وكده وريحه وكده. فلا تلبس ماسك او تغير المكان بتاعك دلوقتي، خليك مثلا اداري او شيء. حاول تظبط الوظيفه بتاعتك دي حاجه، والسكن، وبيحط لك ادويه بتاخدها في اليوم العادي بتاعك وقت الازمات. يبقى تليفونه معاك وقت الازمه بتعمل ايه. وبرضه لازم لو انت مش متحسن بتروح لوحده حساسيه، اقرب وحده حساسيه في اي جامعه جنبك، وتشوف انت عندك ايه بالظبط. مش بس بقى حكايه العلف او السمك اللي هتشمه ولا الحاجه دي. ممكن في حاجات ثانيه برضه هتلاقيه هيساعدك برضه. وان شاء الله خير، ما تقلقش. اخي الكريم، حضرتك ساكن فين؟ او انا من كفر الشيخ. كفر الشيخ. مش بقول لك مش كل الناس بيدوروا اسال في اي جامعه جنبك هناك. عندك واحد حساسيه هناك اوكي، ما عندكش يبقى تيجي. مش هعرف حاجه جامعه المنصوره او كفر الشيخ. لا جامعه المنصوره فيها واحد حساسيه محترم. لا يعني واحد حساسيه كويس. يا اخي الفاضل، هل تستطيع انك تيجي القاهره؟ والمنصوره عندهم يا اخي الفاضل. عشان اجي لا المنصوره كويسه. انا بقول لك منصوره. لا انا زي حضرتك الف سلام. لا بقول لك
جسمي ما قدرش ان انا اكون جسمي بيبقى مكان ما فيش اكسجين في جسمي. لا انت حضرتك انا عشان بس هبقى اقرب مكان لك المنصوره. طب استاذ حضرتك ممكن يكلمك بعد الهوا؟ طبعا. طيب استاذ اسم حضرتك ايه يا فندم؟ الو. تابع معانا. صوت قطع. واضح انه تعبان من لا ربنا يشفيه. حضرتك اصل ده كمان عايز يتحجز في المستشفى وعايز فكده. فاحنا يعني المنصوره على فكره فيها وحده حساسيه محترمه. المنصوره. المنصوره كويسه. جامعه المنصوره. ولا المنصوره لا هي جامعه المنصوره نفسها. جامعه المنصوره. واسكندريه ما شاء الله يعني في كذا. لا خلاص هو كلمه بشكل شخصي. هو من كفر الشيخ. تحت امرك. خليه يعمل ايه؟ خليه يكلمني. حاضر. طيب اخي الفاضل اللي اتصلت دلوقتي من كفر الشيخ، ارجوك اتصل بينا مره ثانيه على نفس النمره اللي اتصلت بيها. هيدوك نمره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه ضيفنا الكريم. بعد الحلقه كلمه مباشره على الموبايل وممكن يفيدك تعمل ايه بالظبط، ولو كان متاح يا دكتور يجي هنا يجي او تنصحي يعمل ايه بالظبط. حاضر انا هحاول. يا ربنا يجازيك كل خير ويجازينا جميعا كل خير يا رب ان شاء الله. ده واضح ان هو تعبان. ما هو مش قادر يتكلم اهو. مش قادر. وده احنا مش عايزين نوصل لكده. طبعا. يعني احنا بنتكلم ليه؟ بنتكلم ليه؟ انا مش عايز نوصل لهذه الدرجه. اكيد. يعني مثلا بنت رايحه في الكوشه وهتتجوز. طب ممكن اتصل تاني عشان ما نطولش عليه برضه؟ اتفضل. الو الخط قطع. طيب